السلام عليكم يا اخواتي الزملكاوية، اتمنى ما تبخلوش عليا بدعمكم. لايك واشتراك للقناة هيساعدني كتير. ربنا يجازيكم كل خير. احنا هنتكلم النهاردة عن اخر اخبار الزمالك. اول حاجة سيان مع ابراهيم فايق. قال له سيان طبعا لعيب توتنهام واللعيب الكبير. ابراهيم فايق قال له لو عرض عليك انك تلعب في الاهلي والزمالك، قال له اختار الزمالك. لما بنتكلم عن الكرة المصرية أول حاجة هتيجي في ذهن الزمالك، وإني شفته بيلاعب كبار الأندية بتاعت بلدي. وميدو بينزل تويتة بيقولك تم زملكة إسيان. أما بالنسبة لمرتضى منصور فطلع وقال أنا مش هقول على الفساد اللي موجود غير بعد نهاية مؤتمر المناخ حفاظا على صورة مصر، لأن كل الناس اللي جايين عارفين مين مرتضى منصور. حتى بايدن رئيس أمريكا ذات نفسه عارف مين مرتضى منصور، فما ينفعش أسوق سمعة البلد. فهنستنى، ممكن أطلع يوم الخميس ومنتظر اجتماع مع وزير العدل ووزير الرياضة وحد من المخابرات علشان نشوف مشكلة أموال ممدوح عباس. وربنا يقويك يا سعادة المستشار، وإن شاء الله بتجيب حق النادي من جديد. أما بالنسبة لمنتخب مصر فاللعيبة اللي انضمت من المنتخب كان عمر جابر، عبد الله جمعة، وده عامل طبعا شياط وعامل حرقان كبير في الأهلي. ازاي عمر جابر وعبد الله جمعة يلعبوا، وخصوصا ان عمر جابر مستواه مش قد كده وعبد الله جمعة مش بيشارك. احنا كزملكاويه كل الدعم للاعبتنا، سواء عمر جابر سواء عبد الله جمعة، وان شاء الله دي تبقى بداية عبد الله جمعة انه يرجع يلعب ويتألق من جديد. اما بالنسبة لعمر جابر فلاعب جوكر بيلعب في اكتر من مكان، يمكن مستواه مش قد كده بس احنا مش هنستفيد اي حاجة بالهد فيه. مش عايزين زي محمود علاء واوباما يبقى عندنا عمر جابر. فكل الدعم للاعيبة الزمالك واحنا في ظهرهم. عواد لما كان احسن جون في مصر وكان الشناوي وحش ومكسب ومخسر الاهلي الدوري والكاس، وكان المفروض عواد ينضم للمنتخب. عواد منضمش، وفيتوريا قال انا سبت للزمالك عشان ماتش ولعب الشناوي وركبه تاني. ودلوقتي طبعا اللي هيلعب الشناوي، فاحنا ما اتكلمناش وقلنا ان دي مؤامرة على عواد. فعواد بينضم وغالبا هيكون حارس تاني. السيسي ان شاء الله هيبتدي بداية قوية وان شاء الله يكسر الدنيا. واداؤه مع الزمالك في الفترة الاخيرة كان كويس جدا جدا جدا. زيزو أم... زيزو في الفترة الأخيرة من ساعة ما التحكيم فيه فاولات كتير ما بقتش تتحسب، ما بيحبش اللعب الخشن، تحسه مش مركز، أداؤه مش قد كده. زيزو طبعا بينضم للمنتخب، نتمنى انه يفوق ونتمنى انه يرجع لأدائه الطبيعي ويكسر الدنيا. ونتمنى ان اللعيبة تصحح المسار، تكسب الماتشات الجاية وتركب ترتيب الدوري. وزي ما بقولكوا اتمنى انكم تعملوا لي لايك واشتراك للقناة، وشكرا.